الفيديو ده انا ما كنتش محضر له يعني ماشي قدام البرلمان بتاع فيينا، لقيت في حاجه اسمها الفولكس جارتن دي اعتقد انها حديقه او جاردن. قلت ادخل جوه اشوفها في ايه بالظبط في الفولكس جاردن دي، وفوجئت انها فيها مبنى شكله عامل زي المعابد او زي المعابد الرومانيه او الاغريقيه او اليونانيه، مش الرومانيه. وبعدين فيها اشجار او فيها زرع شكله حلو جدا، معموله حقيقي بطريقه رائعه متسويه، مش عارف جابوا الجنايني ده منين. إيه غير كده لفت انتباهي، انا اعتقد اللي قدامي هناك ده المتحف المسرح القومي. الاشجار دي كل شجره تحتها اسم وتاريخ ميلاد وتاريخ وفاه. اعتقد الاشجار دي معموله لذكرى الناس، يعني الناس عاملاها يا اما متبرعاها يا اما هي اللي زرعاها، بحيث انها تخلد ناس عددهم كبير جدا للاخر قوي من الناحيه دي والناحيه دي. مع ان انا عديت من هنا كتير قبل كده سفرياتي لفيينا، لكن انا اول مره اشوف الجنينه دي او ادخلها. يعني متسويه بطريقه حلوه جدا، ناس قاعده على الجناب هناك بتقرا، المكان ممتع، فيه هدوء غريب. كل الشجر انا شايفه الصغير ده كله في اسامي او في ورق، يعني حتى الشجر اللي هنا الكبير اهو مكتوب فول من اجل فلان فور فلان دي، وهي مكتوبه دي بالانجليزي الميموري اوف بيير ماسيو. فعلا هي معموله لذكرى ناس ماتوا، فالناس متبرعه. تاريخهم ده حد توفى في 2000، المفروض اتولد معرفش، في حد في 85 بس حد توفى في 1000 8 2008 تاريخ مميز. 2015 آه، في ناس حتى 2019 يعني في اشجار جديده معموله بطريقه حلوه جدا. يعني يا ريت في بلادنا نقدر، او في البلاد العربيه يعني، نقدر نعمل جناين والناس تزرعها لذكرى الناس او تعمرها، كل واحد يزرع شجره على حسابه او بيتبرع، يعني يعمل لها كفاله ماشي في الجنينه باسم ابوه اللي توفى، باسم امه، باسم اي حد من ولاده. المنظر حقيقي حلو جدا. انا مش عارف ايه المبنى اللي هناك ده، بس كان معتاد انا بحب ان انا اطلع في فيديو المنظر مع الورد ده، فهحاول اطلع مع الورد اللي ورايا ومع المبنى اللي ورايا اللي هو المبنى بالشكل اليوناني ده او الاعمده اليونانيه جايبه زي المتاحف بتاعتهم. هروح اشوف برضو اقرب كده عندها اشوف ايه ده بالظبط. المنظر حقيقي حلو جدا. يا ريت اشوف النظافه دي، على فكره ما بشوفش ناس بتنظف في اي مكان هنا، يعني ما شفتش اي عمال نظافه. شفت بس في شونبرون شفت ناس جناينيه. هنا ما اعرفش حتى امتى الجناينيه موجودين او بيرعوا الكلام ده امتى. ده المبنى ده انا مش عارف بالظبط ده مبنى ايه، بس الناس في تماثيل عنده هناك، اعتقد في اسم له مكتوب. هنا كده في ظهر المتاحف اللي كنت صورتها في الفيديوهات اللي فاتت لفيينا. حاول اشوف الاسم ده مكتوب ايه. مكتوب سبيس موسك. انا مش عارف كلمه موسك دي عندهم ليها معنى، موسك بالانجليزي يعني جامع او مسجد. المكتوب ده اعتقد مفتوح من الساعه كذا للساعه 8 20 ابريل 8 اكتوبر. انا ما اعرفش حقيقي ايه ده بالظبط، فمش عارف مدخله منين، وشكلها ممكن يكون فيها حاجه. ده المدخل منين انا مش عارف. نروح نشوف. احنا كده لسه برضه بوريكم الجنينه عامله ازاي، بس اكيد في هنا مدخل الواحد ممكن يدخل، ان انا شايف في ناس جوه، ففرصه ان الواحد يدخل وهو في الجنينه دي اللي انا ما كنت اصلا عامل حسابها ولا متوقعها. شوف المدخل ده منين.
إن البتاع متصور بحديد، الناس دخلت ازاي؟ هل نطت من على السور ولا دخلوا منين؟ انا مش شايف غير باب واحد. انا كده بلف، انا حقيقي مش عارف الناس دي دخلت ازاي. ف خليكم معايا، احنا كده بفرجكم على الدنيا التاني. في شكل حد بيصور تصوير، حد موديلنج بيصور تصوير احترافي. في باب هناك، سلم هناك، في سلم هناك بيصور، مش بيصور، بيطلع عليه الناس، نطلع عليه. هو ده السلم المدخل، انا كنت عديت من جنبه وما خدتش بالي منه. واشوف، انا كنت مركز على اليافطه رغم اني كنت جنبها، لازم الواحد يبقى بيركز اكتر. خلينا نشوف ايه السبيس موسك ده. اوكي، السلم هنا، واعتقد انه حاجه من غير تذاكر. ده اهي سبيس موسك، تاريخ من امتى لامتى. ندخل نشوفه ونشوف ده ايه بالظبط. على فكره من هنا التاون هول باينه اهي، صوره اظهر او اكتر عشان الواحد يروح يصورها. كده ندخل نشوف ايه ده بالظبط. هي شكلها حاجات اسلاميه، يعني المبنى بتاع اللي قدامي اهو مكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. المبنى الصوره هي كامله، والكتاب اللي قدامي ومكتوب قدامي بالعربي: تم استلام صلاتكم ويجري حاليا عمليه تقبل خدمه الاستجابه اذا لم تكن راضيا تم عن النتائج، يرجى المحاوله مره اخرى. انا حقيقي مش عارف ايه ده، بس انا شايف فايز احمد، فايز ريتيرن فور داي. هل دي حاجه؟ في ماذر تريزا انا شايفها هنا، الكلام ده بالاردو فيما اعتقد. انا حقيقي مش عارف هي دي حاجه تشجع الاسلام ولا ضده. سبيس موسك artifacts. Some artifacts from the vessel have been recovered from the time of phenomenon. While we not know the exact functionality of these artifacts. دي حاجات بيقولوا اسلاميه تم العثور عليها، مش هقدر نعلق عليها. research indicated the types of prayer. الابحاث بتقول ان دي حاجات ليها علاقه بالصلوات. اوكي، خلينا نصورها تاني. انا حقيقي مش عارف ايه دول، ما اعرفش ايه علاقتهم بالدين الاسلامي او بالاسلام. هل دي مشكاه مثلا؟ اوري الصوره دي تاني هنا. دي انا ما اعرفش ايه دي برضو حقيقي، يا ريت حد يقول لي. بسم الله الرحمن الرحيم، هي مكتوبه هنا واضحه. أرجو ما يقولوش في الآخر إنها صاروخ أو حاجة هيستخدموه المسلمين يفجروا حاجة. برضه هنا في حاجات تانية، millions of bank accounts في سبيس شيب برودكاست، ما اعرفش فين بالظبط. حاجة عن الإسلام في الصحيفة دي. ده برضه الكلام ده مش عارف أقراه، ده أردو في الأغلب. أنا هروح أشوف دي تاني، أجيب الكتابة اللي مكتوبة هنا يمكن تكون واضحة. سبيس mosque artifacts مش artifacts. Design and occupation. Some artifacts and vessels have been recovered from the time of the film. While we don't know the exact functionality of these artifacts,
Brochures indicate that there are types of prayer receptor, intention processing units and prayer capsules. حقيقة أنا مش عارف دي الكلام ده ينفع لأنهي طائفة. أوريكم تاني اللي مكتوب هنا، الكلام اللي بيمشي هنا ده اللي مكتوب في اللوحة الأولانية. تم استلام صلاتكم، معرفش مين يعني إيه تم استلام صلاتكم، مين اللي بيستلمها. وكان دي ممكن تكون حاجة لها علاقة أكتر بطائفة معينة من المسلمين يعني. ف يعني أرجو إن هي تكون حاجة بتدي صورة كويسة مش صورة وحشة. أنا كده بختم زيارتي للفولكس جارتن، حديقة فولكس اللي أنا حقيقي ما كنتش أعرف عنها حاجة، والمتحف اللي أنا بقول عليه هنا ده أو المبنى اللي هو شكله يوناني ده أو أغريقي معنى أصح، ده اللي أنا بدور عليها من شوية. ده شكل الحديقة من بعيد، دي كانت حاجة ما أعرفش عنها حاجة. وإن شاء الله إلى فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.